بص الحركة دي، بيو، واو. أنا متعلم كل حاجة. بسم الله يا دكتورة، سيبني في حالي، انت عايز مني ايه؟ حقيقة الناس. يا ولا عقاف يا دكتورة يا جامد، فاكر اني قلت لك مش كل الناس هتفرح بالحقيقة. لا 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 لا، ايه ده اللي بيحصل؟ لا 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 لا، ازاي شايفك كده وش وازاي الحاجة حواليا حمام صغير مش عملاق زي ما انا بشوف دايما. وايه الايد دي؟ ايه من دي يا بنتي روحي البسي حاجة تانية. لا ايه اللي انت لابسه ده؟ استغفر الله يا رب. كاذبة، مخادعة، منافقة. كاذبة، مخادعة، منافقة. معلش يعني انا عايزة اسألك سؤال. جرى يا استاذ ما تحترم نفسك، انا مخطوبة. وبعدين بقى مالكوا يا نساء العالم ده؟ كل ما اكلم واحدة تقول انا مخطوبة، انت بتعاكس. انا عايزة اسأل سؤال. اتفضل. لو عرضت عليك انك تشتري جهاز بيكشف حقيقة اللي قدامك واشتريتيه وكشفت حقيقة صاحبتك اللي كانت موجودة من شوية دي لقيتيها كاذبة، اقصد كدابة ومخادعة ومنافقة، هتعملي ايه؟ هرميه طبعا، لان صاحبتي دي اكتر من اختي عمرها ما كسبت عليا في حاجة. واستأذنك بقى عشان اروح اغير الطقم اللي هي قالت لي عليه وحش. وادي اول حالة. بص الحركة دي، بيو، واو. اساعد حضرتك في حاجة؟ ايوه يا ابني، خد بايدي، انا تعبان ومش عارف امشي. حاضر هاخد بايدك. بقول لك ايه، عايزه اسالك سؤال. ايوه طبعا اتفضل. هو انا لو عرضت عليك انك تشتري جهاز بيكشف حقيقة اللي قدامك تاخده مني؟ طب وانت يرضيك ان ابقى شايل جهازين عكس بعض؟ والله يعني انا مش عارف دي حاجة حلوة ولا وحشة، بس يعني ايه؟ يعني يا صاحبي التليفون اللي انا ماسكه في ايدي ده مش ممكن في يوم انزل صورة ليه على السوشيال ميديا؟ ايه التعليقات اللي هتجيلي؟ صاحبنا المحترم الباشا، كل الكلام الحلو ده، وفي نفس الوقت يبقى في ايدي جهاز تاني بيكشف لي مين الكذاب ومين اللي فعلا بيقول ان انا باشا فعلا ومين الكلام ده. يا صاحبي ما يلزمنيش. كل واحد المفروض يبقى عارف قيمته، اللي يذم لنفسه واللي يشكر لنفسه، لكن كل الناس فوق راسي. اما النفاق ده مش هيضر غير المنافقين بس. اوه، الحالة التانية ده انا بايني هشرب المر بشاليمو. بقولك يا ريس، 1 2 3، احنا لازم نلاقي حل ونرجع القلم. لو عدى 24 ساعة وهو انسان كده هيفضل طول حياته انسان. لازم نشوف حل. عندي فكرة، أنا وصحابي هنروح نجيبه من هناك ونرجع على طول. وانا في الانتظار. هو انا الدكتورة رامي انساني ولا ايه بالظبط؟ انا هفضل طول حياتي انسان كده؟ انا تعبت. طب ودي اسألها واكلمها ولا تقولي انها متجوزة؟ يلا هسألها، امري الى الله. بقولك يا دكتورة معلش، وانا ممكن اسألك سؤال؟ ايوه طبعا اتفضل. هو انا لو عرضت عليكي انك تشتري جهاز بيكشف حقيقة الناس هتشتريه؟ جهاز بيكشف حقيقة الناس؟ ممكن اشتريه، ليه لا؟ ايه ده؟ طب اشمعنى انت يعني اللي جاوبتي اجابة مختلفة؟ ليه هتشتريه؟ هينفعني في وقت الازمات. اكيد في وقت هبقى عايز اعرف هل اللي بيتكلم قدامي ده بيتكلم بجد ولا بيحور ويكذب عليا. هنا ممكن الجأ له، لكن في الامور العادية لا، مش هحتاج له. اللي يكذب يكذب واللي يقول الحقيقة يقول الحقيقة، بس الافضل ان احنا نقول الحقيقة. طب افرض ان الحقيقة دي ممكن تزعل. تزعل؟ تزعل ليه؟ يعني مثلا انك تسألي واحدة ايه رأيك في الطقم اللي انا لابساه وتقولك وحش وهو اصلا حلو. وايه اللي يخليني يا استاذ اسأل واحدة انا شاكة حتى ولو 1% ان نفسيتها تجاهي مش افضل حاجة؟ الحب والقبول ده من عند ربنا، هي بتحبني او ما بتحبنيش من عند ربنا برضو. ثانيا، طالما انا طلبت رأي حد اتقبل اي كلمة هو هيقولها تجاهي. ربنا يكملك بعقلك يا دكتورة. هو الحالة هاتشو، ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده؟ الحمد لله على السلامة يا ألم. حرام عليك يا دكتورة، خدتني بلحظتي المفضلة. مش مهم الكلام ده كله يا ألم، قولي بعت كام جهاز؟ هو ايه اللي بعتي كام جهاز؟ انت كنت مطلع مندوب خارجي ليك ولا ايه؟ طب قولي عملت ايه؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا قابلت 3 حالات. الحالة التانية راجل ما يهموش كلام الناس، اللي يقول الحقيقة يقول واللي ما يقولش الحقيقة يقول.
لكن هو متأكد وعارف إن أكيد في منافقين كتير في حياته، بس ما يلزموش إنه يعرفه. أما الحالة التالتة، ست عايزة تشتري الجهاز بس لوقت الأزمات فقط لا غير، وإن ما ينفعش تعمل علاقات قوية مع الناس اللي ما بيحبوهاش، لأن الحب والقبول ده من عند ربنا، مش هتجبر حد إنه يحبها أو يكرهها. والناس نوعين، ناس سالكة ونضيفة وناس مش أسوية نفسية. إن انت طالما طلبت رأي حد يبقى تستحمل الحلو والوحش، كل واحد ليه رأيه. هو كويس وكل حاجة يا ألم، بس ليه ما جبت سيرة الحالة الأولى؟ يا عيني على الحالة الأولى. تعرف يا دكتورة، لو كنت عرضت عليا انك ترجعني دلوقتي ولا لأ كنت قلت لك لأ. عايزة أفهم الحالة الأولى قبل فوات الأوان. عايز تفهمها إيه يا ألم؟ عايزة أفهمها إزاي تختار صحابها، وإن في ماما وبابا وإخواتنا قبل من صحابنا، وإن صحابنا دول مش كل حاجة، وزي ما الحالة التالتة قالت في ناس أسوية نفسيا وكويسين وناس للأسف مش كويسين. حاضر يا ألم، وأنا هرجعك عشان تفهمها. لا خلاص ما تقلقوش، مش هصوت، احنا تعودنا بقى. هيا بينا ننقذ الحالة الأولى. بس يا ترى الألم هيقدر يقنع الحالة الأولى إن صاحبتها مش كويسة ويكشف لها حقيقتها ولا مش هيقدر؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع الحلقة لا، المرة دي أنا فاكرة الحلقة الكام. استنونا يوم الجمعة مع الحلقة 20.